لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة سهلة على اللسان خفيفة في الآداء، لكنها والله تحقق المعجزات، وذلك لأنها اشتملت على أسرار عظيمة وقوة خفية عجيبة بإمكانها أن تغير أمامك الحياة. والآن حتى لا نطيل على حضراتكم في المقدمات والتمهيدات، تعالوا بنا سريعا نتعرف على الأسرار السبعة المدهشة في لا حول ولا قوة إلا بالله. والسر الأول أنها تنسف الهموم والكروب والأحزان وتسوق إلينا الأرزاق. إذا كنت مهموما أو خائفا أو مكروبا أو حزينا فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها والله تؤمن الخائف وتزيل الهم والكرب بإذن الله. وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان أحدنا إذا أصابه هم أو ضيق أو كرب أو حزن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يزال يكررها حتى يفرج الله تعالى عنه. السر الثاني من أسرار هذه الكلمة العظيمة أنها تحمي من الحسد. والحسد أيها الإخوة هو أخطر موجود في هذا الوجود. الحسد والله أخطر من السحر. الحسد يخرب البيوت ويدمر الأسر ويفشل الناجح ويفرق بين المرء وزوجته ويهلك الحرث والنسل ويأتي على كل شيء فيدمره من بنيانه والقواعد، أجارنا الله وإياكم. فإن كنت تخاف من الحسد فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها تقيك من الحسد بإذن الله. يقول الله في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أجمع علماء التفسير أن هذه الآية فيها وقاية من الحسد. فإذا كنت تخاف من الحسد الوقتي فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. إيه هو الحسد الوقتي يا مولانا؟ إن الحاسد جاي عليك، الحاسد هادل عليك وإنت قاعد في بيتك، قاعد في وظيفتك، قاعد في مزرعتك، في تجارتك، في دكانك، وخايف لا تتحسد وإنت أصلا ما كنتش محصل نفسك. أول ما تشوف الحاسد داخل عليك أن تكرر سريعا بينك وبين نفسك، تقول: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تقيك من الحسد إن شاء الله. السر الثالث من أسرار هذه الكلمة العظيمة أنها تحمي من السحر ومس الشيطان. سبحان الله العظيم، أي سحر في الدنيا لابد أن يوكل به جني خادم لذلك السحر. إحنا بنسميه الخادم السفلي اللعين الموكل بالسحر والعمل. بدون هذا الخادم، يعني إذا وقاك الله شر هذا الخادم، فإن السحر يبطل ويفسد بإذن الله تعالى. طيب أنت متخيل إني لا حول ولا قوة إلا بالله تقيك من شر الشيطان وتجعله يتنحى عنك نهائيا؟ وهذا ليس كلامي أنا، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن رسول الله أنه قال: إن العبد إذا خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. كمالة الحديث يقول: فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له: ما بالك بإنسان وقاه الله وهداه وكفاه. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كررتها كثيرا فإنها تقيك من شر السحر ومن شر خدام السحر ومن شر الشياطين، سواء كانوا شياطين مس أو شياطين أذية. ننتقل الآن إلى السر الرابع من أسرار هذه الكلمة العظيمة، وهي أنها كفارة للذنوب. وإن بلغت ذنوبك عنان السماء وأصبحت مثل عدد الرمل وزبد البحر فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها تكفر ذلك كله. وهذا ليس كلامي أنا، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن سيدنا رسول الله أنه قال: ما من مسلم يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر الله عنه ذنوبه وخطاياه وإن كانت مثل عدد الرمل وزبد البحر. الله 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 الله، دي يعني تكفيك هدية في هذه الحلقة. هو الواحد عايز إيه من الدنيا أكثر من كده؟ إن يروح لربنا صافي ونقي، إن ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته وذنوبه. جميل أنها تقيك من الهموم، وجميل أنها تحميك من الحسد وتحميك من السحر، لكن برضو تكفير الذنوب هذا منزلة عليا، منزلة. شوف النبي يقول صلى الله عليه وسلم: وإن كانت الذنوب كمثل عدد الرمل وزبد البحر. اسمع الحديث الثاني. ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر الله عنه ذنوبه وخطاياه وإن كانت مثل عدد الرمل وزبد البحر. جميل والله. طيب تعال كده على السر الخامس من أسرار هذه الكلمة العظيمة.
أنها عفوا أنها تعين على العمل الشاق وتعطيك قوة في البدن. يا سلام، لو كنت مقبلا على عمل شاق يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى طاقة نفسية أو بدنية أو ذهنية، فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن هذه الكلمة تعينك وتقويك وتسهل أمامك كل الأعمال الشاقة. ودليل ذلك ما ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى لما أمر ملائكته بحمل العرش، وفي رواية برفع العرش، قالوا يا ربنا ما لنا عليه من طاقة، ما نقدرش احنا نحمل العرش ونرفعه. قالوا يا ربنا ما لنا عليه من طاقة، فقال لهم ربنا تبارك وتعالى قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما كررها الملائكة رفعوا العرش بأمر الله تعالى. إذا أقدمت على عمل شاق أو متعب أو غير سهل فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. السر السادس من أسرار هذه الكلمة العظيمة، وهو والله سر عظيم، أنها تكفيك من شر ما تخاف منه. إذا كنت تخاف من عدو، من ظالم، كنت تخاف من مجهول، كنت تخاف من أي شيء، فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تكفيك من هذا الإنسان المتسلط أو من هذا العدو أو من هذا المجهول الذي يخيفك. لأنك بهذه الكلمة أخي في الله تكون نقلت حولك وقوتك إلى حول الله سبحانه وتعالى وطوله وقوته. ودليل ذلك ما ثبت عن سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا العدو فخفنا منه أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا نزال نكررها حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى عليه. السر السابع والأخير من أسرار هذه الكلمة العظيمة أنها تعينك على الطاعة وأداء واجبات الله تبارك وتعالى. والطاعة فيها شيء من المشقة والتعب، فأنت عايز حاجة تساعدك على الطاعة، تساعدك على الطاعة. زي ما قلت لك، أنت بمجرد ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كده أنت نقلت الأمر من عندك إلى الله، نقلت الأمر من حولك وقوتك الضعيفة إلى حول وقوة الله القوية العظيمة. ولذلك لما كانت الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، يعني تحتاج إلى مشقة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى ذلك أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا بحوله وطوله وقوته ومدده على أداء فريضة الصلاة. إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل كل ما قلناه وسمعناه في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.